السلام عليكم البنات. اليوم غنقدم لكم طاجين ديال الدجاج بالخضره. الطاجين اللي كيجي غزال بزاف ورائع وفي المذاق ديالو لذيذ. صدقوني الا درتوه غادي تبقاو ديما ديروا بحالو. اول حاجه كناخذوا الخضر على حسب شنو متوفر عندكم. انا هنايا البنات غندير فطيره منوعه، غندير قرعه خضراء، غندير خيزو بسباس، وكذلك البطاطا مقطعاها على شكل دوائر، حبه ديال البطاطا، 3 حبات ديال البسباس وقريحات صغار قسمتهم في النص، وداك اللفت اللي كيكون صغير البنات كيكون طري وفيه واحد الحلاوه زوينه بزاف. هنا غتاخدوا طاجين، ومن الاحسن البنات يكون ديال الطين. ما كانش عندكم كلكم تنصبوا في طاوه، وغادي نبدا نحضر فيه كاع المكونات. ولكن قبل من هذا الشيء كيكون عندكم الدجاج اللي ديجا غاسلينه مزيان بالملحه والخل وسكينجبير ومرقدينه، يعني بايت في الملح ومغسول وحتى يقطر مزيان. من بعد غادي تشدو الكميه ديال الدجاج البنات كتبقى حسب الرغبه. انا غنعطيكم يعني العطريه اللي غديروا، والمقدار ديال العطريه تيبقى على حساب الكميه ديال الدجاج. غتشدوا الدجاج ديالكم، غادي ديروا له شويه د الملحه، شويه د الكمون، ابزار، سكينجبير، الخرقوم، وشويه ديال الزعفران اولا الخرقوم على حسب شنو متوفر عندكم، والثومه والربيع. الربيع يعني كنقصد قزبور معدنوس اولا حتى شريمين الا كانت عندكم مدقوقه، وتضيفوا ليه واحد شويه الحار كيبقى اختياري حسب الرغبه، والكميه ديال الملح كتبقى حسب الذوق. غادي ديروه في واحد السوبيره وغادي تخلطوه مزيان، تدخل فيه ديك الشرموله بحال الحوت وتخليوه يبات ليله كامله. من بعد غادي تشدوا كيما خديت الطواجن ديالي انا، غادي تقطعوا البسباس هو اللي غتفرشوه من التحت. من بعد غادي تشدوا الكميه ديالكم ديال الدجاج، الكميه اللي كانت قليله ولا كثيره اللي كانت، المهم شرملوها من قبل، غادي نضيفها هنايا في الطاجين. وديك الشريميله اللي كتبقى ليا راه تنخليها. من بعد كندوزو نستفوا الخضره. هنا درت حبه ديال البطاطا قسمتها على 4 ولا 5 ديال الدوائر، غادي نحطهم هكا متفرقين باش تجينا الخضره منوعه في كاع الطاجين. خيزو درت 2 حبات. الكميه كتبقى اختياريه على حسب واش كتاكلوه بزاف او لا، وعلى حسب عدد الافراد. المهم هذا طاجين يكفي 2 3 ديال الافراد. هنايا قريعات صغار البنات، راه درت انا دوك القريعات اللي كيكونوا صغيورين تيكونوا فتيين، قسمتهم في النص. اللفت قسمته في النص. بالنسبه للفت راه حلو طريه، انا خديت غير هاد الصغيور. يمكن لكم ما تقسموهش، تخليوه هكاك حبات صاينين. غنفرقهم على كاع الطاجين كما كتشوفوا بحال ما هكا. غادي نوزعوا الخضره ديالتنا باش يجينا الطويجين ديالنا مزوق. بالنسبه للبصله غادي نقطعها من الفوق، اللي بغات دير البصله ديرها، اللي ما بغاتش ممكن ديري حبه ديال المطيشه. غتشديها تغسليها وتنقيها، تقطعيها، تضيفي عليها شويه د الربيع، قزبور ومعدنوس، وشويه ديال الملح والثومه، وتضيفيها من فوق بحال عشيش فوق الطويجين. كنتو بغيتي ديروها بالبصيله غتشدوا حبه ديال البصله غتقسموها نصف دوائر على هذا الشكل من الفوق. يعني كتبقى اختياري، غلقوه نتوما باش من بغيتو سوا بصله سوا مطيشه. كنتو باغيين تنصبوه غير بالبسباس راه غير نصبوه غير بالبسباس، راه واخا ولا بصله راه غيجيكم المذاق ديالو لذيذ، لانه داك الدجاج كيكون ديجا متشرب شرموله، كتجي فيه واحد المذاق غزال. هنا الطاجين ديالنا واجد. غادي ندوزو للتتبيله. بالنسبه للتتبيله، الطويصه اللي ديجا شرملتو فيها راه كيكون فيها داك البقايا ديال داك الحامض باش رقدتو الدجاج ديالكم والعطريه والربيع. غادي تضيفوا ليها واحد نص معلقه صغيره ديال سكينجبير، نص معلقه ديال الخرقوم اولا راس معلقه على حسب، يعني واش خرقوم بلدي اولا زعفران شعره، ولا زعفران شعره، ولا زعفران العادي غديروا غير راس معلقه. غديروا قياسكم ديال الابزار والقياس ديال التحميره. انا تقريبا درت معلقه ديال التحميره، وغادي ندير معلقه ممسوحه البنات، ما تكونش عامره بزاف حيت ديجا عندنا تحميره في التتبيله. وغندير واحد راس معلقه ديال الملح. غنضيف شريميله اللي بقات ليا اللي هي شويه القزبور ومعدنوس، ديجا راه فيه الملح داكشي باش نقصت الكميه ديال الملح ما كثرتهاش هنايا. من بعد غنضيفوا ليهم الماء ونخلطوا كاع هاد العناصر ونخليوهم. هنا الطاجين ديالنا في هاد الاثناء راه كيكون واجد، يعني كنوقفوه فين تنبغيو راه تنردوه فوق البوطه، تنديروا له زويته ديالو، تنردوه فوق البوطه. اون فوا كيتبدا كيتشحر وكتبدا تطلع فيه الغليه، عاد هذيك السقوه اللي كنا درنا ديك العطريه كنضيفوا ليها شويه ديال الماء وتنسقيوه من الفوق. يعني الطاجين البنات ما عمركم تطبقوا له العطريه من التحت باش ما تجيكمش محروقه وتطلق لكم المرار. ديما الطويجين ديالنا كنسقيوه من الفوق وكتجينا كاع الخضيره مشربه. وضيفوا واحد الفلفله حاره اللي عندكم، وكيجي الطويجين ديالكم معلك وغزال وفيه واحد المذاق لذيذ. جربوه وردوا عليا الخبار.